السلام عليكم. ليه المشاكل والاكتئاب زادت على الشباب في السن الصغير الفترة دي؟ تعالوا نفكر مع بعض. لو جينا نقارن بين طفل سنة 2005 أو طفل سنة 2023 والفترة الزمنية اللي أنا بتكلم عليها دي مش فترة زمنية كبيرة، الفترة دي ما تزيدش عن 20 سنة، والفترة الزمنية دي مش فترة زمنية عادية، لا دي حصل فيها فجوة كبيرة جدا، ده حصل فيها انفجار في تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل. ولو جينا نفتكر مع بعض سنة 2005 الإنترنت ووسائل التواصل كانت عاملة إزاي؟ أصلا وقتها كانت بدايات الفيسبوك تقريبا، وفي الفترة دي لو كان في حد فينا ليه حد عايش بره مصر كان يا إما بيبعت ميل يا إما بيتواصل معاه عن طريق السكايبي، كان بيجيب كاميرا وميكروفون ويحطهم في الكمبيوتر بتاعه والشخص التاني يعمل نفس الحوار عشان خاطر يقدروا يتكلموا مع بعض، وده في حد ذاته كان تطور كبير جدا أوي وقتها. ولو جينا نبص دلوقتي انت لو ليك حد مثلا عايش بره مصر انت حرفيا هتكون عايش معاه لدرجه ان هو ممكن يزهق منك من سهوله وكثره الطرق اللي انت ممكن تكلمه بيها وموجوده معاك في ايدك. طبعا الحاجات اللي انا بكلمك فيها دي جميله جدا، انا بس عاوز اعرض الاحداث اللي كانت بتحصل للاطفال في الفتره دي والحاجات الكتيره اللي بقت بتحصل للاطفال دلوقتي عشان تشوف تاثير الحاجات دي على حياتهم عامل ازاي. أول حاجة طبعا الأب والأم كانت ثقافتهم مختلفة جدا في التربية وفي طريقة التعامل مع أولادهم، كان بالنسبة لهم التعليم والأدب ده أهم حاجة، كانت حاجة مقدسة كده عندهم. بخلاف دلوقتي احنا بنلاقي سهولة كده في التعامل مع الأولاد، بل أحيانا بنلاقي إن الأب والأم بيحاولوا يرضوا الطفل بأي شكل حتى لو هيتنازلوا عن جزء من مبادئهم عشان خاطر راحة ابنهم أو بنتهم، وطبعا الطفل بيبدأ يستغل الحاجة دي عندهم عشان يحصل على كل رغباته، ودي مشكلة كبيرة جدا الأهل دايما مش بياخدوا بالهم منها. لما بشوف حاجة زي كده قدامي يعني بفتكر موقف سيدنا عمر رضي الله عنه لما دخل على ابنه فلقاه بياكل حاجة حلوة كده يعني، فقال له يا ابني انت جبت الحاجة دي منين؟ فقال له يا ابي يعني امرتني نفسي بيها او كان نفسي فيها الحاجة دي فرحت جبتها. فسيدنا عمر رد عليه وقال له ايما تأمرك نفسك بشيء تلبي طلبها، يعني هو انت اي حاجة نفسك تقول لك هاتها فتجيبها لها؟ فكان سيدنا عمر في الموقف ده كان حريص ان هو يعلم ابنه ازاي يقدم نفسه بنفسه، ودي طريقة عالية قوي في التربية. وبداية مسيرة التعليم وقتها كانت للطفل كان بيكون في حضانة يا دوب تشد حيلك شوية وتدخل الكتاب وبعد كده تبدأ تحفظ القرآن، والموضوع وقتها ما كانش اختياري خالص، وكنت بتاخد بقى عربي وحساب وانجليزي والكلام ده كله طبعا قبل المدرسة، وكان بيكون عندك في يوم واحد بس اجازة غالبا كان بيكون يوم الجمعة، وبتيجي انت يوم الجمعة ده تصحى الصبح بدري، تبدأ ان انت تشغل الكرتون المغامرون الخمسة وبكار وعالم سمسم، ويعلموك ازاي بقى تعمل مقلمة من الإزازة وليه لون البحر زي لون السماء، وبعدين تخلص وتطلع تلعب في الشارع طول النهار، وبعد كده ترجع تبدأ ان انت تخطط ان انت ازاي تسرق التليفون بتاع والدك عشان خاطر تلعب عليه لعبة التعبان او لعبة الكرة اللي هي بتتنطط دي، وكان اسمه تليفون وقتها مش موبايل. لو جينا نبص دلوقتي الطفل اول ما يتم 3 سنين امه على طول تروح تجيب له تابلت عشان الولد يلعب عليه وتمسكه له حرفيا طول النهار عشان تهمله وهي ضميرها مرتاح، وتفرح قوي لما الولد يفتح فيديوهات التيك توك وفيديوهات الرقص ويبدأ يتفرج عليها ويقلدها ويعمل زيها قدام اهله، وبعد كده لما يكبر شوية تحاول تمنعه من الحاجات دي وتقول له انها عيب وكده، بس طبعا ما بتقدرش تعمل كده لان هي بنفسها اللي كونت العادة السيئة دي جواه وهي مش واعية بده. ده غير طبعا الاشعاع والترددات المضرة اللي بتخرج من الموبايل تأثر على الجهاز العصبي بتاع الطفل، بيبقى الطفل مرة واحدة كده بيتعصب من اقل حاجة محدش بيعرف يتعامل معاه، تصرفاته بتبدأ تتغير بالتدريج واحدة واحدة. طبعا دلوقتي انت شايفني شخص سلبي او شخص رجعي وبحارب التكنولوجيا والتطور اللي موجود ده، لا والله بالعكس جدا، ان التكنولوجيا والانترنت سهلت مسيرة التعليم كلها، ومش التعليم بس سهلت كل المجالات ودخلت في كل حاجة، بس مش طفل عنده 3 سنين يتصدم بالحاجة دي من غير اصلا ما يكون اهله مدركين الحاجة دي حجمها عامل ازاي او ضررها عليه عامل ازاي. راقبي ولادك وراعيهم وعلميهم ازاي يربوا نفسهم. سلام.